السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس الرابع من كورس المستوى الأول. النهاردة هنتكلم عن درسين مهمين جدا. زي ما أنت عارف إن أهم قطعة في الشطرنج هي الملك، ومجرد أما الملك يموت الدور خلاص خلص، الماتش بينتهي. النهاردة هناخد إزاي تهدد ملك خصمك، وهناخد كمان العكس، إن أنت إزاي تحمي ملكك من التهديدات اللي خصمك هيعملها عليك. هتسألني سؤال حلو، هتقول لي يعني إيه أهدد ملك خصمي؟ بالعربي كده يعني أهجم عليه، يعني هشوف ملك خصمي فين وأهجم عليه. فاكر انت الدرس التاني اللي هو الهجوم؟ اما تيجي تهجم مثلا على قطعة، ان القطعة دي بتبص عليها، فده كده معناه هجوم، وبالتالي لو هو لاعب غلط فانت بتاكلها. يعني بص كده على المثال اللي قدامك ده. دلوقتي انا عايز اعمل مثلا هجوم على الفيل ده، فانا بكل بساطة بجيب الوزير عايز الفيل، ولو لعب حاجة تانية مثلا زي كده فانا بكل بساطة باخد الفيل، ارجع. فهنا الهجوم اللي انت بتستهدف قطعة او بتستهدف الملك وتهجم عليه. تمام. طيب، ده اللي احنا اخدناه قبل كده في الدرس اللي فات او الدرس التاني اللي هو بتاع الهجوم. طيب، ازاي بقى اهجم على الملك؟ نفس الفكره، اروح ابص على الملك. طيب انا عندي ابص على الملك ازاي؟ عندي ادي واحد، عندي ادي اتنين، عندنا ادي تلاته، اربعه. طيب اما اروح مثلا هنا، يبقى انا كده بصيت على ملك خصمي، كده انا بهدد الملك بتاع خصمي. ده بقى اسمه ايه في الشطرنج؟ اسمه كش ملك. وهنا كش ملك هو لازم يرد على التهديد بتاعي، يعني ما ينفعش مثلا يتجاهلني ويلعب حاجه تانية. ما ينفعش مثلا يلعب الفيل هنا مثلا، او يحرك الفيل عموما. ده طبعا نقل مش قانوني. لازم هنا غصب عنه لازم يرد على التهديد بتاعي اللي هو تهديد ايه؟ الكش ملك. تمام. ده كده ببساطه ده اسمه تهديد على الملك او الكش ملك. في كذا نقطه خلي بالك منها. اول حاجه، مفيش حاجه اسمها الملك بيتاكل، يعني ما ينفعش امسك الوزير بتاعي كده واروح اكل بيها الملك. ده طبعا غلط، دي كده نقله مش قانونيه. تاني حاجه، الملك ما بيديش كشات، يعني ما ينفعش امسك الملك بتاعي مثلا، امسك الملك ده واروح مثلا اديله كش. ده طبعا غلط، مفيش حاجه اسمها ملك يدي للملك التاني كش. تمام. تعالى بقى هات قهوتك وصحصح معايا كده، وانزل اعمل لايك، وانزل اشترك في القناه، وتعالى بقى نشوف دلوقتي امثله عمليه عشان تصعب اكتر. ده اول مثال معانا. دلوقتي عايز ادي كش ملك، فانا بكل بساطه بلعب حصان في السي 5 كده، اديت كش ملك. طب تعال نبص على مثال كمان. دلوقتي في المثال اللي انت شايفه ده، انا عندي قطعتين بيدوا كش ملك، عندي الرخ وعندي الفيل. تمام. طيب لو انا عايز ادي كش ملك بالرخ، ممكن اديله هنا بكل بساطه رخ في البي 3 كش ملك، وممكن كمان اديله بالفيل. ممكن العب هنا بيشوب في الاي 4 برضه نفس الفكره، كش للملك. طيب بس خلي بالك هنا في نقطه معينه، اما تيجي تدي كش للملك لازم تتاكد ان انت بتديله بطريقه صح، لان انت ممكن تدي كش للملك وتخسر. ازاي الكلام ده؟ يعني دلوقتي زي ما قلت لك، كش بروخ دي طريقه سليمه، اما لو انت اديت له كش بروخ من هنا كده غلط، لان بكل بساطه هو ياكل رخ. فانت اتاكد اما تيجي تدي كش للملك لازم تكون قطعك محميه، لازم تكون قطعك في امان، ما تخسرش قطعه مجانيه، ما تخسرش كده قطعه ايه بدون هدف. طب تعال نبص على مثال كمان. دلوقتي انا عندي كش بطريقتين، واحده صح وواحده غلط. طب ايه الصح وايه الغلط؟ روك في الاي 7 كش، دي كده طريقه سليمه ان انا بدي كش للملك، وفي نفس الوقت القطعه اللي بتدي كش قطعه في امان، قطعه محميه، يعني قطعه ما بتتاكلش. اما لو انا اديته روك في دي 3 فدي غلط، لان بكل بساطه بياخد الروخ بتاعتي، فانا بالتالي خسرت قطعه، خسرت قطعه مجانيه كده من غير اي حاجه، يعني بدل ما انا كنت بهدد الملك بتاعه دلوقتي انا خسرت قطعه. طيب تعال نبص على مثال كمان. دلوقتي انا عايز ادي كيش للملك بالحصان، عندي برضو طريقه صح وطريقه غلط. طب ايه الطريقه الصح وايه الطريقه الغلط؟ لو انا اديت له حصان في الاف 6 يبقى انا كده تمام، اديت له كيش بطريقه سليمه. اما لو اديت له حصان في السي 5 بكيش، كده بكل بساطه بياكل بالفيل، فانا كده خسرت قطعه. مش بس كده، كمان بيهددني للملك بتاعي، انا خسرت قطعه وملكي دلوقتي اللي بقى بيتهدد. هتسالني سؤال حلو، هتقولي دلوقتي انا خلاص انا فهمت ازاي ادي كش ملك. طب انا لو العكس، لو خصم هو اللي بيديني كش ملك، انا ممكن اتصرف ازاي؟ يعني في المثال اللي قدامك ده دلوقتي، هو بكل بساطه اهو، هو بيديك كش ملك صح؟ صح. فاكر انت الدرس اللي فات بتاع الدفاع؟ مش قلنا في 4 طرق للدفاع؟ فاكرهم؟ اللي هو الاكل والهروب والحمايه والبلوك. نفس الكلام بالظبط لما تيجي تدافع عن كش ملكك. طب بص كده على المثال ده. دلوقتي اهو في بيدي كش الملك، فاول حاجه تيجي في دماغي على طول اهرب امشي.
امشي بالملك على طول، اجري بالملك. باول طريقه للدفاع عن الملك بتاعك من تهديدات الكش ان انت تمشي تهرب. طب تعال نبص على مثال كمان. دلوقتي مثلا هنا اللاعب على الابيض وكل بساطه اداك كش هنا. نفس الفكره دلوقتي، هو بيديك تهديد ان هو بيهدد الملك بتاعك، اهرب امشي. تمام. يبقى اول طريقه للدفاع عن الملك هو الهروب. خلي بالك انا عمال اقول الهروب واول طريقه، انا قاصد لان عايزك المعلومه على طول تكون في دماغك، لان ده هيقابلك في كل ماتش. كل ماتش اكيد لازم الملك ياخد كش، ده اساسي. فانت دلوقتي لو مش عارف ازاي تتعامل مع الكش هتخسر، لو رديت غلط هتخسر. تعال نشوف على المثال اللي جاي. دلوقتي زي ما انت شايف بيديك كش بالفيل الابيض، فانت بكل بساطه بتعمل ايه؟ هتهرب. بس خلي بالك بقى من نقطه معينه، اما تيجي تهرب اهرب صح. يعني إيه اهرب صح؟ يعني ما ينفعش مثلا تيجي هنا. ليه ما ينفعش تيجي هنا؟ ما ينفعش مثلا تطلع فوق لان في فيل اسود، فانت ممنوع. فانت المفروض تروح فين؟ بترجع لورا. يبقى انت كده هربت بطريقه سليمه. يبقى اول طريقه معانا هي الهروب، عايزك كده ايه تركز معايا. طيب، تاني طريقه في الدفاع عن الملك هي البلوك. زي ما انت شايف كده المثال اللي قدامك، الفيل بيدي كش الملك، فانت بكل بساطه هتقوم ايه؟ بدل ما تهرب تقفل على طول بالحصان. يبقى انت كده عملت ايه؟ زي ستاره، قفلت ما بين القطعه بتدي كش وما بين الملك بتاعك. يعني الملك بتاعك اهو والقطعه بتدي كش اهو، فانت حطيت قطعه في النص اللي هي الحصان. طب تعال نشوف مثال كمان. دلوقتي زي ما انت شايف ان الفيل هنا بيدي كش للملك بتاعك، فانت بكل بساطه ترد ازاي؟ على طول اف 6، بتقفل السكه على طول. تمام. يبقى البلوك زي ما قلت لك اللي هو الستاره، بتقفل ما بين القطعه اللي بتدي كش والملك بتاعك، فبتحط قطعه في النص. وانا حطيت ايه؟ هنا حطيت البيضه. طيب ايه كمان؟ دلوقتي احنا اخدنا طريقتين، اول طريقه الهروب، تاني طريقه البلوك، تالت طريقه واخر طريقه وهو الاكل. دلوقتي زي ما انت شايف ان الفيل بيدي كش للملك، فانت تعمل ايه بكل بساطه؟ تاكل على طول القطعه اللي بتدي كش، يعني على طول هنا تاخد وزير في فيل مباشر على طول. طب تعال نبص على مثال كمان. دلوقتي زي ما انت شايف الحصان هنا بيدي كش للملك. تمام. بس انا لاحظت ان في قطعه هنا بتاكل، فانا بكل بساطه باخد حصان في حصان. يبقى انت هنا على طول بتاكل ايه؟ القطعه اللي بتدي كش. يبقى انت كده عندك ثلاث طرق للدفاع، اول طريقه الهروب، تاني طريقه البلوك، تالت طريقه بتاكل القطعه اللي بتديك كش. هتسالني سؤال كويس، هتقولي دلوقتي طيب انا دلوقتي عندي ثلاث طرق الدفاع دول، استخدم انهي طريقه؟ استخدم احسن طريقه ما تخسركش، او احسن طريقه تعرف تكمل عليها. يعني مثلا دلوقتي في واحد مثلا يجي يقول لك ايه؟ يا عم انا همشي هنا. تمام. في واحد يجي يقول لك مثلا لا انا هاكل حصان في حصان، على حسب. بس خلي بالك لو انت مشيت هنا غلط، لانه بكل بساطه بيديك كش بالفيل، فبتمشي فبياخد الرخ. ده على سبيل المثال يعني. فانت دايما اما تختار طريقه دفاع لازم تختار الطريقه الصح اللي تكسبك ما تخسركش، الطريقه اللي تعرف تكمل بيها الماتش. تمام. هسألني سؤال حلو تاني، هتقولي دلوقتي طيب هو دلوقتي اداني كش ملك وانا مفيش اي مكان اهرب فيه ولا مكان اكل القطعه ولا مكان ولا اعمل اي حاجه، يعني حرفيا كل الابواب متقفله قدامي. يعني بص كده على المثال ده. دلوقتي مثلا انا لاعب على الابيض وبكل بساطه الابيض انا لاعب حصان في اتش 6 كش، ودلوقتي انت ما عندكش ولا تاكل الحصان ولا تمشي بالملك ولا تعمل بلوك ولا تعمل اي حاجه. طب ده اسمه ايه؟ ده كده اسمه كش مات. كش مات يعني ايه؟ يعني خلاص ملكك مش اي حركه، ملكك مش اي مكان، فبالتالي خلاص ملكك مات. يعني ما عندكش اي طرق من الدفاع من اللي احنا قلناها بتعملها، فبالتالي ملكك خلاص مات. طيب ده ان شاء الله هناخده بالتفاصيل الممله ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله. اتمنى تكونوا استفدتم، اتمنى تكون استوعبتم درس بشكل كامل. لو في اي نقطه وقفت معاك عيد الفيديو مره واثنين وثلاثه، لان ده اساس. يعني احنا خلاص كده دخلنا على الجد، يعتبر احنا لسه لنا تقريبا 3 فيديوهات ونخلص ان شاء الله المستوى الاول. عايزك بقى تركز معايا لان احنا خلاص دخلنا في الجد. ولو عندك اي حاجه صعبه اكتب لي في التعليقات، حاجه ما فهمتهاش حاجه ما استوعبتهاش اكتب لي في التعليقات، وان شاء الله هفيدك باذن الله وهتستفاد، وان شاء الله تستوعب، وان شاء الله تبقى لعيب ممتاز باذن الله. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.